تدعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. تمكن الوداد الرياضي من الانتصار على الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جرت أطوارها اليوم الأحد على أرضية مركب الخامس بالدار البيضاء بحساب ذهاب نصف نهائي السوبر ليج الإفريقي في نسخته الأولى أحدث بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. ودخل الوداد الرياضي المباراة في جولتها الأولى عازما على افتتاح التهديف مبكرا بغية تسيير اللقاء بالطريقة التي يريدها للاقتراب أكثر من التأهل إلى النهائي لمواجهة الفائز من لقاء الأهلي المصري وماميلودي سانداوز جنوب إفريقي، في الوقت الذي حاول فيه لاعب الترجي الرياضي التونسي مباغتة خصمهم بهدف في الشوط الأول دون تمكنهم من تحقيق مرادهم. وواصل أبناء عادل رمزي مناوراتهم على أمل الوصول إلى شباك التونسيين، إلى أن كل محاولات باءت بالفشل جراء قلة التركيز في اللمسة الأخيرة والوقوف الجيد للحارس معز بن شريفة، في الوقت الذي لم يفلح رفاقه في إيجاد الثغرة التي ستمكنهم من افتتاح التهديف، لينتهي بذلك الجولة الأولى كما بدأت على وقع البياض. وكانت الجولة الثانية مختلفة تماما عن سابقتها، بعدما تمكن الوداد الرياضي من افتتاح التهديف في الدقيقة 59 بفضل اللاعب هشام بوسفيان، ليجد الترجي التونسي نفسه مطالبا بتعديل النتيجة للعودة بأقل الأضرار إلى رادس عوض خسارة اللقاء، والبحث مجبرا على الانتصار في الإياب إن هو أراد التواجد في المشهد الختامي. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر إعجاب وكذا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على مدار اليوم.